السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. قولولي بقى انا فين دلوقتي؟ قولولي كده، استنتجتوا ولا لا؟ يا جماعة انا مش مصدقة نفسي. في الصوت بقى كده، عارفين اللي هو هنقول بيدوي، ما علينا. بصوا يا جماعة، أخيرا أخدت شقة إيجار. دي الشقة اللي أنا هقعد فيها لمدة مؤقتة كده لحد ما ربنا يكرمني إن شاء الله وأوضب شقتي. بصوا بالصدفة يا جماعة، يعني بصوا صدفة أحسن من 1000 ميعاد والله العظيم. الشقة دي في نفس العمارة اللي أخدت فيها الشقة بتاعتي اللي هي التمليك، تمام، اللي هي على الطوب الأحمر. جاية بالصدفة من يومين كده، فلقيت الشقة دي وواحدة جنبها بيوضبوها وكده. فبصراحة معرفش، ما جاش في بالي خالص ولا الكلام ده. حتى في الفيديو اللي انا كنت نزلته لكم قلت لكم يا جماعه بصوا الشقه دي بتتوضب او اتوضبت او كده. فمعرفش ليه جه في بالي يا جماعه، كنت جايه ابص على الشقه عشان اشوف لو هجيب لها باب عشان ما حدش يرمي الراتشي وكده. المهم معرفش جه في بالي كده لما روحت البيت ان انا اكلم صاحب العماره، تمام، واشوف ان الشقق دي تبع مين. فلقيتها بتاعته اصلا، فاتكلمت معاه وكده وشفت الشقق، دخلت وشفتها، تمام. والحمد لله رب العالمين، دي شقتي. واخيرا بجد والله العظيم مبسوطه. وولادي هيتجننوا من الانبساط، الحمد لله رب العالمين. يلا بينا ناخد جولة كده فيها واوريها لكم بقى، عشان انا كده طولت عليكم كتير. بصوا بقى كده، ده باب الشقة، تمام. اول ما نفتحه كده نقفل بقى عشان مفيش حد ساكن في العمارة. ده التويلت، تمام. مش عارفة الكادر كده تمام مبين لكم. نفتح كده، ده التويلت اللي هو الصغير، حمام الضيوف. بصوا يا جماعه، انا مش عاجبني قوي بصراحه السيراميك، بس مش مشكله، رضا حلو قوي وكرم من ربنا والحمد لله. اهو ده التويلت بتاع الضيوف كده. اقول لكم كده، هو عايز يتنضف وعايز يتظبط. ده الريسبشن، تمام. ده الريسبشن. قولوا لي رايكم. الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب العالمين. اللهم لك الف حمد والف شكر. والله العظيم. بصوا اهو، ده الريسبشن. ان شاء الله ياخد الحاجات بتاعتي، لان الحاجات بتاعتي يعني كانت كتير، تمام. ده هنا سلك، ماشي. ده الشارع، تمام. في كده الشباك تاني. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي جدا يبقى هنا المطبخ، نفسي في امريكان كيتشن قوي، بس ما علينا، مش مشكله طبعا. يعني هم كانوا بينظفوا الشقه، ان هم حراس العماره وكده. ده المطبخ هو امريكان، بس ايه يعني على الطرقه اللي هي بتاعه التوزيع بتاعه الغرف. السيراميك الى حد ما كويس، يعني غير بصراحه اللي بره. مش عارفه بصراحه الترتيب بقى هيكون عامل ازاي، بس طبعا احنا هنفرش ان شاء الله مع بعض، هنشوف كل حاجه مع بعض وهنرتب كل حاجه. وعايزه برضو ارائكم، تقولوا لي احط ايه فين والدنيا دي، تمام. عارفين لو ما كانش العمود ده كان المطبخ هيتحط هنا يعني بطريقه كويسه، بس ما علينا، تمام. دي الطرقه، تمام، طويله كده زي ما انتم شايفين. نخش اول غرفه،
الغرفة دي اهي، مش عارفة بقى مين هياخدها ومين مش هياخدها، بس اكيد مش انا يعني، عشان ايه دي صغيرة على ايه على ان انا اخدها يعني. الغرفة دي يا جماعة على الشارع، على الشارع زي ما انتم شايفين، زي الريسبشن. تمام تمام. دي الغرفة. طبعا هظبط بقى الدنيا بقى، والإضاءة في الغرف يعني في ذمة الله. طيب نيجي للحمام الكبير. تمام، نفس السيراميك بالظبط بتاع الحمام الصغير. تمام. بصوا بقى، انا مش لاقيه مبرر يقول ان مفيش بانيو وكمان مفيش كابينه، يعني انا مش عارفه، بس ما علينا مش مشكله. حط هنا الدش. تمام. والقعده بتاعت التويليت هنا طبعا هحتاج ان انا اجيب شفاط. انا عندي شفاط، بس انا عندي شفاط للمطبخ، بس ايه، بس مش عارفه هيبقى حجمه زي حجم دوت ولا لا، ولا هحتاج كده ان انا اجيب، بس شكلي كده هحتاج ان انا اجيب شفاط يعني. فده الحمام مساحته حلوه بصراحه، حلو جدا جدا بصراحه. ممكن هنا بقى السجاد يتغسل ولا حاجه، خلي حد يجي يغسل السجاد. تمام. نقفل كده وندخل على الغرف. معلش يا بنات، جاني تليفون قطع. تمام. دي غرفة ودي غرفة، دول غرفتين جنب بعض. تمام. البيبان اهي شكلها حلو. الشقة يا جماعة انا اول ساكنة، يعني مفيش ساكن قبلي. تمام. زي ما انتم ما شايفين كده، دي غرفة. عارفين ما كانش بس العواميد دي والحاجات دي الدنيا تبقى تمام، بس حلو حلو جميل جدا جدا جدا، رضا وحاجة الحمد لله. الحمد لله يعني انا مبسوطه. بصوا دي الغرفه الثالثه. احلى حاجه بقى ان هي 3 غرف، علشان اياد ابني كده يعني ايه يبقى في غرفه مستقله مع نفسه، مفيش حد ايه يضايقه ولا حاجه. ده منور طبعا. تمام. اقفل الشباك كده. دي يا بنات الغرفة برضو السيراميك إلى حد ما مقبول، مش زي ما كان نفسي أنا، بس إيه، بس عادي أهو. هي دي يا بنات الشقة. قولولي إيه رأيكم؟ قولولي إيه رأيكم؟ عايزين ناخد رأي بناتي. إيه رأيكم يا بنات؟ مبسوطين؟ بناتي مبسوطين؟ تعالوا كده. بصوا اهم حاجه، بصوا الريسبشن كبير، علشان يعني هحط ان شاء الله الانتريه هنا. الركنه اكيد هدخلها في غرفه من الغرف، وعشان اقدر برضو ان انا اوفر مكان احط فيه السفره، لان السفره بتاعتي اصلا كبيره. او ان شاء الله بقى يعني احاول بقى ان انا ايه يعني اغير الدنيا دي كلها يعني. اهو يا بنات وريتكم كل حاجه زي ما شفتوا كده. والله مبسوطه جدا. ده يعني ربنا كرمني الحمد لله بعد سنين بقى حرق الدم وتعب اعصاب والواحد يتقل على الناس ومش عارف ايه. الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر. مش مشكله لحد ما الشقه ان شاء الله ربنا يكرمني فيها واخلص قسطها واخلص وابدا يعني واحده واحده كده، ربنا يقويني ان شاء الله. قولوا لي رايكم في الكومنتات، محدش ينسى ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ان ربنا يكرمني ان شاء الله ويصلح لي حالي وابقى قد الدنيا يا رب يا رب يا رب. يكرمني يا رب. يعني انا مش عارفه اقول ايه، انا بصوا انا عاجزه عن الكلام، مش عارفه اقول ايه بصراحه. بس كده متنسوش تحطوا لي لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل الفيديوهات تيجي ان شاء الله. الفتره الجايه هنعمل فيديوهات كلها فرحه وبهجه وبصوا وجبر خاطر وكل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه ان شاء الله هنعملها في الفيديوهات الجايه باذن الله. يعني هنكسر الدنيا، هنكسر الحديد. تمام. ما تنسوش تحطوا لي اللايك واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.